ده مش فيديو تحاليل، الجزء الثاني جاي اقول لك ايه السليم وايه المضروب. دي حلقه تحاليل، دي حلقه تحاليل. ده فيديو انا جاي اقول لك فيه انا كنت غلطان، وان كل البروتين المصري مضروب، حتى اللي انا قلت عليه سليم. ليه وجد الشر؟ يعني فرق نقص 7 جرام بروتين عن المكتوب. حتى التحاليل يا سيدي طلعت مضروب، وتحديدا في الفيديوهات الأخرى لتحاليل البروتين. ده المكتوب وده الواقعي، فرق من المكتوب والواقعي 1.5 جرام، وده معدل خطأ مظبوط وعادي جدا مسموح بيه. ممكن اصلا يبقى خطأ المعمل، ممكن يبقى خطأ في عينة معينة، ولكن ويزن رينج تمام. ما كنتش اتخيل ابدا ان نوع واي بروتين انا محلله بايدي والنتيجه اقسم بالله طلعت مظبوطه، عميل يستخدمه وينسى الشيكر في العربيه. والمعروف ان الواي بروتين لما بيتحط في ازازه او شيكر ويتساب مده طويله ريحته بتعفن. فالعميل بعد ما سابه فتره لقى الواي ريحته زي ما هي كأنه كاكاو، فحس ان في مشكله. ومن هنا قرر العميل ده انه يتواصل معاه. قلت له يا فلان، وهنسمي فلان ده عشان ما نفضلش نقول فلان، هنسميه ايه؟ هنسميه محمود. فقلت له يا محمود روح حلل نوع الواي ده تاني، وعرفته طريق المعمل. حلله في معمل خاص غير اللي انا قلت له عليه، ولقى النتيجه مش سليمه. قلت له يا محمود، لا يا محمود ما تخليناش نخبط في العمود، حلله مرة كمان علشان كده انت هتسوحنا. فراح محمود مرة كمان حلل الواي بروتين في معمل حكومي معروف، والغريب ان النتيجة طلعت برضو مضروبة. ومن هنا قلت ايه ده؟ انا ما كنتش اتخيل ابدا ان في ناس كده. يعني مجال الواي بروتين طلع في ناس ضميرها ميت تماما بتضرب بس، يعني واي بروتين مضروب بس، وناس ضميرها ميت نص 50-50، نص مضروب ونص مش مضروب. انت كيس وانا كيس. والله وقع في ريك المضروب تمام، وقعت في السليم تمام. او عشان نحسن النية ربما يكون بيضحك عليه صاحب المنتج، بيضحك عليه من المصنع، والمصنع بيطلع له مرة سليم ومرة مضروب. فسواء على سيناريو سوء النية أو على سيناريو حسن النية، فلا أمان للبشر لا أمان للرقابة والجودة على منتجات الواي بروتين. وأكيد إلا ما رحم ربي، أكيد في ناس ما بتعملش كده، بس مين؟ وهنعرفهم إزاي؟ أنت عارف ده بيقول إيه؟ ده بيقول ان كل فيديوهات التحاليل بتاعتي انا شخصيا، انا جاي اقول لك عليا انا ممكن يبقى فيها شك. انت مدرك؟ مش بس كده، حتى اللي انت بنفسك هتاخده تحلله انت محتاج تحلل كل علبه هتجيبها قبل الاستخدام، لا تكون مضروبه ولا تكون مش مضروبه. احنا في كارثه، احنا في قصه مأساويه. ومش بس كده، طب انا هقول لك على المفاجاه، مش بس البروتين المستورد، مش بس البروتين المصري، ده كمان المستورد. المستورد للأسف بعض الموردين، ودي بمصادر معلومة، بيضربوا علب الجولد ستاندرد وماسل تك بعلب من الصين، وبيعبوهولك بروتين مضروب في مصر، وبيبيعوه في محلات معروفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا باشا، وباختصار شديد، والفترة الجاية هنقول عن الموضوع ده بشكل مكثف، خلاصة الأمر يا تاكل أكل طبيعي تعمل بيه جسم كويس، وده شيء سهل جدا وانت مش محتاج اصلا لكل العك ده، يا اما حضرتك اول ما تشتري علبه تروح تحللها بدل ما يبقى بتدخل جسمك كارب على اساس انه بروتين. يعني التجار والموزعين والناس الافاضل اللي في سوق المكملات المصري دلوقتي هم تحت طائله حاجه من 3، يا واحد عديم الضمير غشاش بيبيع لك حاجه مضروبه صريحه. وحتى انا كان في منتجات سليمه ومنتجات مضروبه، كان المفروض ان انا هعمل لها الجزء الثاني، ما عملتش. انا جيت اقول لك الفيديو ده في السلسله الجايه هتبقى فيها بقى ايه، تحاليل دوريه لمنتجات وبدايل المنتجات دي، وهوريك حاجات ما يعلم بيها الا ربنا. من ضمن التحليلات اللي حللناها الفتره اللي فاتت كنا المفروض نقول عليها تحليل بروتين اسمه على وزن ايه؟ على وزن تاكو.
التاكو بتاع الحاجات التاكوز، طلع فيه مش عارف 10 جرام بروتين زيه زي بوكس واي وزي الحاجات المضحكه اللي احنا قلناها زي. ومن ضمن التحاليل ناس طلعوا ناس كويسه، بس انا مش عارف اقول عليهم حتى ناس كويسه، ما بقتش عارف. خلاص في ناس ضميرها منعدم 100%. ده اول كاتيجوري معانا في البروتين المصري. رقم 2 النص نص، الناس اللي بتديك باتشايه سليمه وباتشايه مضروبه، او يبقوا ما عندهمش مراجعه دوريه ونايمين في العسل ومغفلين بيطلعوا سليم والمصنع يضربهم على عينيهم ويقلبه لهم في مضروب ويطلع لك ميكس باتشايه سليمه وباتشايه مضروبه. والنوع الثالث عنده ضمير بيتقي الله، متداس في وسط الناس دي، متداس في وسطهم. عشان نعرف النوع ده احنا محتاجين حرفيا نقعد شهر تحليل متواصل على الاقل، ان ما كانش شهرين 3 4 عمالين نجيب في نفس النوع ده عينه من كل حته، واللي بتنزل بتتوزع في الاقاليم واللي بتتوزع في القاهره واللي هنا واللي هنا واللي هنا. كل شويه نجيب سامبل او عينه ونحللها، سامبل ونحللها، سامبل ونحللها على مده طويله ومن اماكن كتيره لحد ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ده سليم، ده منتج سليم. وما اظنش ان في شركه تبقى قادرة ان هي تعمل كده او تواجه ده. ولو في شركة من الشركات دي يرفع ايده يقول لي انا مستعد للتحدي ده، وما اظنش ان فيه. ولكن اللي جاي اقوله لك انت ككونسيومر او كمستهلك تعمل ايه في اللغط ده وفي القصص دي. خلي بالك اي حد كان بيشك ان العبد لله مدفوع له في قصة التحاليل دي حد مغفل وعايز يضحك على نفسه. والدليل الحمد لله والشكر لله ان لما حصل القصة اللي حصلت دي على منتج من المنتجات اللي اتحللت اخاره، طلعت اتكلمت والعميل ده جالي المكتب وقلت له يا باشا هحلل وهحلل تاني، ولو كده هطلع اتكلم على ان انا القصه اللي انا قلتها طلعت غلط. مفيش حد كسر عيني ولا حد دافع لي جنيه، واللي عندي حاجه يجي ياخدها. لما بنقول حاجه بنقولها بما يرضي الله علشان خاطر الناس، بنقولها بمصداقيه تامه، ولو طلعت غلط بنرفع ايدينا وبنقول طلعت غلط عادي جدا. مفيش اي داعي ان الثقه اللي ما بيننا وما بين الناس تتهز، ولا عشان فلوس الدنيا. واي مضلل منتجه طلع حقير، طلع يكذب فيا ويقول ده اصله قابض ومش قابض، هيكتشف دلوقتي ان هو مغفل ومضلل، وان الحمد لله مفيش حد ادانا جنيه، واللي عندنا حاجه يجي ياخدها. فالنوع الثالث اللي مغلوب على امره في وسط العك اللي في السوق، ربنا ينصفه وربنا يتولانا كلنا. كل نصيحتي ليك كمستهلك ان انت حاول على قد ما تقدر تتجنب الواي بروتين خالص يا عم. بلاه السكوب ب 100 جرام صدور فراخ، وبدل حتى بدايل كالفراخ هنقول لك على بدايل بروتين نباتيه موفره توازي سكوب البروتين. كل الكلام ده موجود. تعرف تاكل اكل صحي مظبوط بدل ما تدخل جسمك عك وتصرف فلوسك على ضرب وحاجات مقرفه. ده خلاصة فيديو النهاردة عن قصة التحاليل. أتمنى تبعت الفيديو ده على أوسع نطاق، خلوا السوق ينضف بقى، خلوا الناس تعرف إن القرف ده ما ينفعش إن احنا ندفع فيه فلوسنا. وحلم الجسم والفورمة الكويسة مش بيجي بال2000-3000 جنيه اللي بتروح تجيب بيهم القرف ده. والله العظيم وفرهم وهات بيهم كيلو البانيه ب 200 جنيه ولا ب 220 جنيه. هات لك بال2200 دول 10 كيلو بانيه يا راجل، 10 كيلو بانيه هيفضلوا مكفينك مده قد كده. الفرق في الفلوس لو كان البروتين موفر اكتر ومكان ال10 كيلو بانيه البروتين هيديك قيمه اكبر. يا عم انت بتدفع قصاده ريسك الدنيا. ولو اضفت ثمن التحليل، اقل تحليل ب 1000 جنيه، يعني هتجيب العلبه ب 2200 وبعد كده تحللها ب 1000 وتديهم نص كيلو علشان يطلع النتيجه مظبوطه، انت بتعمل ايه؟ خسرانه، حسبه وخسرانه. روح اشتري اكل ربنا كده اللي عامله لنا وخلق الله اللي مفيش فيه لعب بني ادمين. روح اشتري فراخ، روح اشتري لحمه، روح اشتري سمك. روح السمك البلطي رخيص، اشتري سمك بلطي يا عم، اشتري كبده فراخ، اشتري ان شاء الله يا راجل تشتري رجول فراخ زي ما طلع الترند من سنه ولا من سنه. اشتري اي حاجه بس ابعد عن القرف ده خالص، وتحديدا في مصر وبره مصر. خلي بالك بره مصر مش ملايكه منزلين من السماء. ياما قضايا في امريكا ودول تانية كتير
كتير عن غش البروتين ودمجه بستيرويد عشان يطلع نتائج كبيره، وقلنا ده في حلقه البروتين باودر الاولانيه، وان في عصابات في المكسيك حولت تجارتها من المخدرات للمكملات عشان المغفلين اللي معلش لا مؤاخذه سامحني اعتبرني اخوك الكبير، اللي زي حضرتك اللي اول ما بيبقى بيحلم بجسم كويس بيروح يفرتك له 5000 جنيه عشان يشتري علبه بروتين وعلبه كرياتين، بدل ما يروح يسترجل وينزل الجيم، بدل ما يروح يسترجل وينزل الجيم ويعتل ويفضل ياكل اكل امه اللي بتعمله له في البيت ويرك الفرخه وشويه الرز بس يظبط الجرامات ويعمل له دايت صحي مظبوط. يا راجل سيبك بقى من القرف ده وافهم بقى واتعلم واتفرج على دايت اند تشيت ولا على الكباتن المحترمه اللي بتدي محتوى مظبوط وبتقول لك ازاي تاكل وازاي تعمل نظام غذائي. اشترك لك يا عم ان شاء الله في الباقه الذكيه اللي موفره اللي ب 300 جنيه و400 جنيه في الشهر علشان تاخد نظام غذائي مظبوط موفر من اكل البيت. فكك يا عم من القرف ده، فكك بقى خلاص. دي حلقه النهارده مش هتكلم فيها اكتر من كده، ان شاء الله توعي الناس وتفوقهم، وشير بقى ارجوك على اوسع نطاق عشان ايه اتبرأ من ذنب القرف اللي انا نزلته قبل كده. سامحوني الحلقه دي من القلب، وسامحوني على الحلقات اللي فاتت علشان ممكن اكون سبب في تضليل ناس كتير.